السلام عليكم. جيت اليوم نعاود لكم قصتي. انا سميتي سعاد، فعمري 23 عام. انا ما كبرتش مع والديا وخوتي، حيت ملي مات جدي اللي في العروبيه قررت الوالده ديالي تضحي بيا وتصيفطني نقابل جده ملي كان في عمري 15 سنه، وما كانوش كيبغيو يدوني معاهم للمدينه حيت خايفين ما نرجعش للعروبيه. استسلمت للقدر ديالي وبقيت مقابله جده حتى ماتت مسكينه، الله يرحمها. صراحه كنا انا وياها متفاهمين، جده كانت درويشه. ايوا ملي ماتت ودازو ايام العزاء جيت لدارنا وقلت اخيرا غنعيش وسط خوتي وخواتاتي. حنا 7، 5 البنات و2 دراري. ديما كنت كنحس بالحكره وكنسول راسي علاش انا اللي مكتب ليا نكبر في العروبيه، مع انه ماشي انا اصغر وحده ولا اكبر وحده. يمكن حيت انا اللي ما زويناش في خواتاتي، وبصراحه انا ماشي خايبه، ولكن الزين ديالي بسيط بزاف. اللي شافني ما تيقولش واو، ولكن مقبوله. المهم كاع خواتاتي وخوتي دخلوا المدرسه، كاين اللي خدام وكاين اللي خرج من القرايه ودار شي صنعه، كاين اللي تزوج. بقيت غير انا لا صنعه لا قرايه. خرجوني والديا من اللي دخلت للثانويه، حيت ديك الساعه اللي مات جدي الله يرحمه وكان خاص اللي قابل جده. وكنت ملي كنسول امي علاش ما تجيبيش جده تعيش معنا، كتعقد الحاجبين ديالها وكتقول لي راه هي اللي ما بغاتش، ولكن انا عارفه امي هي اللي ما بغاتش جده. امي الطبع ديالها صعيب شي شويه. دازت السيمانه الاولى ليا في المدينه وباقي العزايه كيجيو عندنا، ومن بينهم بنت الجيران سلمى اللي تصاحبت معاها ودخلات ليا لخاطري. كانت سلمى كتجي عندنا تقريبا يوميا حيت هي اللي تقريبا في السن ديالي، ولكن امي ما كتبغيش يتزاد عليها البراني وطلبت مني ما نبقاش ندخل حد، وقالتها ليا نيشان، قالت لي انا باغا التقار. سلمى بحال حسات نيت بلي ماما ما بقاتش بغاتها وطلبت مني انا نمشي عندهم للدار، وقالت لي باللي امها وخواتاتها ما عندهم حتى مشكل نمشي عندهم. نعتات لي دارهم اللي كانت قريبه من دارنا، بحكم انا ما عمرني خرجت من نهار جيت من العروبيه. المهم صافي اتفقنا بانني نجي عندها الغد ليه مع العصر. وجاني الملال، كنت كنحسب بالسوايع متى يدوزو باش غير امتى نمشي عند سلمى، وخليت ماما توافق. وهذا الشيء اللي جاني في الشكل انها وافقت بسرعه، ولكن يمكن حيت كتحس بالذنب ملي خلاتني نكبر في العروبيه من دون خوتي. بحكم حنا عايشين في مدينه قديمه، جات دار سلمى في واحد الزنيقه مضيقه. دقيت الباب، حلات عليا دغيا تقول كانت كتسناني. دخلت، استقبلاتني امها وقدمت لينا اتاي، عرفاتني سلمى على خواتاتها الجوج وعلى جدتها اللي عايشه معاهم. وهنا كنقول مع راسي شوف علاش امهم عايشه مع حماتها وحضنا وليداتها كاملين، علاش زعما امي ما دارتش بحالها. ايوا وانا ساهيه وكنفكر حتى قطعتني سلمى ملي قالت نسيت ما قلت لك بلي عايش معنا عمي، بيتو راه كاين الفوق. وهي تغمزني وتقول لي فودني راه باقي بلا زواج، وهي تبتسم واحد الابتسامه وهي كتشوف فيا. بادرتها بنفس الابتسامه، وعلى غفله اختفت الابتسامه من وجه سلمى وهي تقول لي فودني بصراحه عمي محال واش يعجبك ويمكن يخلعك كاع. حليت عويناتي باستغراب وانا نشوف فيها والملامحي كتقول اش كتقصدي. هنا سلمى سكتات وبدلت الموضوع. ملي دخلت علينا اختها الاستاذه وبقات ديك اختها كتسول فيا منين انا، عاودت لي على قصه حياتي البسيطه. صراحه اختها نوره متواضعه، وعرفت باللي مخطوبه وقريب عرسها. خطبها واحد الاستاذ نيت في نفس المدرسه اللي كتقري فيها، وعرسهم بعد شهر. وهي تعاود تغمزني سلمى قبل ما تقول ايوا راك يا لاله معروضه للعرس. ايوا يا سيدنا كنت كل نهار كنمشي عند سلمى تصاحب لنا وياها ديال بصح. غير هو لاحظت انها كتهرب من هضرتي ملي كنسولها على عمها، حيت صراحه ما باقي ما شفتوش وباقي ما تلاقيتش بيه. وديما كنسول راسي اش كتقصد ملي قالت غيخلعك. كان فيا الفضول نعرف، وبصراحه ما كاين ما نخبي عليكم، ما كرهتش يكون من النصيب ديالي. انا باغا نتزوج في المدينه، ما بغيتش ناخذ سعيد. نسيت ما عاودتش لكم عليه. سعيد سيدنا واحد الدري ساكن حدا جده في العروبيه، ديما لاصقني وباغيني للزواج. داير حانوت في العروبيه، وبصراحه عنده الرواج حيت الحانوت ديالو هو الوحيد اللي في الدوار. ولكن انا ما نكذبش عليكم، ما بقيتش بغيت نسكن في العروبيه، كرهت السكنه فيها. نهار اللي ماتت جده وعرفني غنمشي نعيش في دارنا في المدينه، جا عندي وقال لي فودني راه غناخذك واخا تمشي لاخر الدنيا. حدي شفت فيه وعوجت فمي زعما راك كتحلم. وبصراحه ما غتنساش ليا النظرات ديالو وهو كيشوف فيا ملي ركبنا في الطوموبيل وشادين طريق المدينه. هو سعيد صراحه شاب زوين كيعجبني،
ولكن ملي قلت ليه الشرط ديالي باغا نسكن في المدينه، قال لي بصريح العباره: ما عمرك تحلمي، انا بنيت داري هنا واستقريت هنايا وغنبقى حدا والديا، والمدينه اصلا ما كنحملهاش. صافي، وانا نقول لي هذا هو الفرق بيني وبينك. واخا هكا كان متشبت بيا حتى انا كنت كنبغيه، ولا يمكن هادشي اللي كنت كيحسب ليا. ايوا بحكم انه الشاب الوحيد اللي جبته في حياتي كامله هو سعيد. المهم دوزت ايام وايام وانا كنمشي عند سلمى وباقي ما تلاقيتش مع داك عمها. من بعد غادي نعرف باللي النهار اللي من نهار شافني هو كيبات في دارو حيت عنده بارتما، والفضول ولكن الفضول كياكلني. واحد النهار كنا جالسين في بيتها حتى سمعنا واحد الخطوات ثقيله نازله من الدروج ومعها واحد الكحه قاطحه. الدار كلها سكتات وسلمى تبدلت الملامح ديالها وقالت لها همها بصوت منخفض: عثمان نزل وجدوا ليه العشاء. سلمى داتني معاها للكوزينه وقالت لي: هذا هو عمي عثمان، غتشوفيه دابا، ولكن عافاك ما توريه حتى ردة فعل. ملي دخل كان عاطينا بالظهر، راجل طويل تبارك الله ضخم. ملي دار ياخذ الكاس الماء انا فين تجمدت في بلاصتي. وجهه كان فيه حروق بالغه قديمه ومشوه ليه النص ديال وجهه وحتى الرقبه ديالو، وعين وحده كانت شبه مسدوده. انا ما تخلعتش بالمعنى ديال الخوف، ولكن بحال تحرجت، حضرت عيني حيت حشمت وما بغيتش نجرحو بالشوفات ديالي. ملي طلع عاد سلمى شافت فيا وقالت لي بكل اسف: عمي عثمان كان بومبي، يعني رجل اطفاء، اعتق عائله من واحد العافيه شاعله، ولكن هذا الشيء كان الثمن ديالو نص وجهه. من ديك الساعه هو معقد من الناس وما بغاش يتزوج حيت كيحسب لي اي وحده غتشوف فيه غتخلع منه ولا غتشفق عليه. كلامها صراحه قاستي في قلبي وحسيت بيه بحالي بحالو، هو مجروح في وجهه وانا مجروحه في قلبي حيت والدي يسمحوا فيا. من داك النهار وليت فين ما كنمشي وكيبان ليا كنقول ليه بكل ابتسامه: السلام عليكم عمي عثمان، كيف داير؟ وما نكذبش عليكم ما عمرو جاوبني، ولكن انا ما كنستسلمش. فين ما كنشوفو: السلام عليكم عمي، لاباس عليك؟ حتى واحد النهار ما عرفتش جاوبني بصوت حنين، قال لي: وعليكم السلام بنتي، لاباس الحمد لله ربي يخليك. غير هاد الكلمه ما تخيلوش شحال فرحتني بزاف. ايوا في الجانب الاخر نعاود لكم على دارنا، العيشه كيف ولات فيها، ولات كتخنق. امي ديما كتعايرني، خواتاتي عاطينها ليا غير للشقه حيت ما عندي زعما لا قرايه لا خدمه. كنت كنبكي بالليل وكنتفكر سعيد اللي كان باغيني ديال بصح، وكنقول مع راسي: واش غلطت ملي رفضته؟ ايوا العرس ديال نورا قريب، ما بقى ليه والو. هنا فين صدمتني ماما ملي قالت لي: راه جاو فيك الخطاب، واحد الراجل غيكون في الربعينات، مطلق، عنده 2 دراري، باغي وحده يديها للعروبيه تقابل ليه ولادو وتشقى ليه في الدار. ايوا امي يا سيدنا وافقات بلا ما تشاورني، وقالت لي ببروده: هذا هو جهدك، حمد الله اللي لقيتي اللي قبل عليك، انت لا قرايه لا صنعه لا زين. خرجت من الدار ما نكذبش عليكم بدموعي، مشيت ديريكت لدار سلمى، ارتميت في حضنها وكنبكي وعاودت لهم كل شيء. في ديك اللحظه كان عثمان نازل وسمع كل شيء، وقف كيشوف سلمى، شاف فيها نظره طويله ومن بعد دار لعندي وقال لي بصوت قوي ومثبت: سعاد، الا كنتي راضيه بيا زوج وتصبري وتعيشي مع راجل مشوه بحالي، انا مستعد نمشي نخطبك من عند باك من غدا. ما غاديش نوعدك بالقصر، ولكن كنوعدك بالاحترام والتقدير، وما غتكوني خدامه عند حد، غتكوني للات مولات دارك. انا جف دموعي من المفاجاه، شفت في وجه عثمان ما بقيتش كيبانوا ليا دوك الحروق، وليت كنشوف راجل شهم وباغي يعتقني. وفي نفس اللحظه تخيلوا معايا شكون صونا ليا في التليفون. شفت في الشاشه ديال التليفون سعيد كيتصل بيا من العربيه. ما عرفتش واش حس بيا بانني حزينه، حس بيا بانني في خطر، ما فهمتش هاد الصدفه الغريبه. ما نكذبش عليكم ما جاوبتوش، قطعت عليه. وقفت وشفت في عمي عثمان وانا نقول ليه بكل ثقه: انا موافقه عمي عثمان، موافقه وشرف لي نكون مرتك. واخا تقول لي عمي، راه ماشي عاوتاني كبيرت لهاد الدرجه، راه غير كنشوف سلمى كتقول لي عمي، هو راه شاب، ولكن ملي كتقول لي سلمى عمي انا زعما من باب الاحترام وصافي. غير سمعوني قلت لهم موافقه. سلمى غطير بالفرحه، عنقاتني وهي كتبكي. امها دعات معنا بالخير. الغد ليه عثمان لبس احسن ما عنده، جا هو وياهم باش يخطبوني من بابا. امي في الاول ما بغاتش،
وقالت لي الشكل ديالو غيحشمنا قدام الناس الجيران والعائله. قلت له واش بغيتي ديرينا الضحكه؟ ولكن بابا كان عارف باللي عثمان راجل والرجاله قلالين في هذا الوقت وعنده خلصه مستقره، حيت رجعوه للمكتب في الوقايه المدنيه من بعد الاصابه ديالو وعنده البارتما ديالو. داكشي علاش بابا وقف في وجه امي ووافق. ايوا نختصر عليكم، تزوجنا في حفل بسيط وعائلي. طلعت معاه لبيتو اللي كاين الفوق، يعني باقي ما مشيتش للبارتما ديالي زعما. في الاول كان الصمت هو سيد الموقف، وعثمان كان حذر من المعامله ديالو معايا وكيحسب ليه بانني وافقت عليه غير باش نهرب من امي. ولكن انا قررت نثبت ليه العكس. من بعد العرس طلعت مع عثمان لبيتو الفوقاني. في الايامات الاولى كنت كنلاحظ واحد الحاجه غريبه، عثمان ديما كيهرب من المرايه ملي كنكون انا وياه في البيت، وحتى ملي كيهضر معايا ديما كيدور وجهه باش يوريني غير النص اللي صحيح وما فيهش الحروق. حسيت به باللي باقي خايف ومحرج مني. واحد النهار كان واقف حدا المرايه كيمشط شعره، قربت عنده بشويه، حطيت يدي على يدو وخديت منه المشطه، دورته لعندي وشفت فيه لي في عينيه نيشان، وخليته يشوف في المرايه اللي جمعاتنا بجوج. شفت فيه وقلت ليه بصوت دافئ وخافت: عثمان، علاش ديما كتهرب من هذا النص لوجهك؟ راه هذا النص اللي كتقول عليه مشوه انا كنشوف فيه الشجاعه اللي عتقت ارواح من الموت، والنص اللي صحيح كنشوف فيه الحنان والراجل اللي اعتق روحي انا من الحقره اللي عايشاها. هنا عثمان جمعت الدموع في عينيه، والاول مره شفتو كيشوف راسو في المرايه وهو مبتسم، وحس باللي راه مقبول ومحبوب كيف ما هو. ما نكذبش لكم، عثمان هذيك الليله بكى، ومن ذاك النهار داب داك الثلج اللي بيناتنا ولا كيموت عليا، عوضني كاع على داك التكرفيس اللي شفتو في صغري. ولكن امي وخواتاتي ما بغاوش يخلونا في التقار. فيما تلاقيت معاهم كيشوفوا فيا الضحكه ديال الشماته ويقولوا لي: ايوا المهم هو انت في المدينه سعاد واخا الثمن كان غالي. هاد الهضره ضراتني بزاف وجعلات فيا العافيه، وباش نبين راسي اش كنسوا، وبداعم من عثمان قيدت في مركز التكوين المهني ودرت تخصص الحلاقه والتجميل، وكنت كنقرا بشغف كبير. عثمان كان كيدعمني ماديا ومعنويا، كيديني وكيجيبني يوميا. دازت عامين بالزربه تخرجت انا الاولى في الدفعه ديالي وبمساعده عثمان فتحت صالون صغير ديالي في واحد الحي حركي في المدينه. وبحكم طبع الدرويش والمقبول اللي ورثته من جده الله يرحمها، الصالون ديالي لقى نجاح كبير، ودغيا كبرت المشروع ديالي وليت قاده براسي ولا عندي مدخول. ايوا كيقولوا لي كاع لاله سعاد. واحد النهار دخلت عندي امي واختي الكبيره للصالون، ما جاوش يزوروني، غير جاو ككليانات حيت سمعوا بالسمعه ديال الصالون وما كانوش عارفين باللي راه هو ديالي، حيت بدلت اسم الشهره. ملي شفتهم في المرايه درت عندهم شويه وانا لابسه وزره العمل الانيقه ديالي وكل ثقه في النفس. امي واختي تجمدوا في بلاصتهم من الصدمه. شفت فيهم وابتسمت ابتسامه هاديه وقلت لهم: مرحبا بكم في الصالون ديالي. قلت لي: يا ماما اليوم راه كلشي فابور على حسابي. شفت في عيون امي لاول مره نظره ديال الانكسار والندم، وعرفت بلي البنت اللي ضحات بها في العربيه حيت كيبان ليها زينها بسيط وما عندها الشهاده، ولات بفضل صبرها والدعم ديال راجلها اللي كتقول عليه مشوه انجح وحده في الدار. في العشيه رجعت لداري، لقيت عثمان كيتسناني وفي يدو بوكي الورد، مناسبه عامين على زواجنا. انقت بحب كبير وتفكرت سعيد العروبيه وابتسمت في خاطري وقلت: الحمد لله اللي جابني لهذا القضاء. المدينه ما كانتش قاسيه معايا، كانت غير كتسنى شي راجل مناسب اللي يفتح ليا بيبان الدعم المعنوي. وهنا صارت القصه ديال سعاد وعثمان. السلام عليكم، نتلاقاو في قصه اخرى ان شاء الله.